السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هعمل معاكم الكبدة والكلاوي والقلب بطريقة سهلة ولذيذة وطعمها في الاخر تحفة. انا هنا كده معايا طاسة على النار، هحط فيها كده حتة زبدة ومعلقة زيت وهسيبهم يسيحوا. اول ما احس انها سخنت كده هنزل بالكلاوي والقلب وهديها تشويحة كده، علشان الكلاوي بتاخد وقت اكبر في السوا من الكبدة ما بتاخدش وقت خالص. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشتراك في قناتي مطبخ شامع حلو وحادق وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد مني. بعد ما هشوح الكلاوي هحطها كده على جنب وبعدين هنزل عليها بالكبدة. انا الكبدة ما بقلبهاش كتير، انا بنزلها كده وبسيبها تبيض من تحت او تاخد لون، وبعد كده بقلبها على الناحية التانية، لان الكبدة من الحاجات اللي بتستوي بسرعة فما بتحتاجش خالص انها تتقلب كتير عشان ما تنزلش اي حاجة منها. عشان تلاقي كده الزيت بتاعها صافي وجميل لازم ما تقلبيش الكبدة. وبعد كده بعد ما تشوحيها بالشكل ده وتلاقيها بقى خدت لون كده من جميع الاتجاهات كده وبقى شكلها جميل، هنضيف بقى التوابل: معلقة كزبرة ناشفة، معلقة كمون، معلقة فلفل اسود، معلقة ملح، وربع معلقة جوز الطيب كده مطحونة. وهنقلب بقى التوابل في الكبدة ونسيبها بقى تستوي براحتها. بعد كده هكون معايا معلقة من الثوم مهروس، بس معلقة كبيرة شوية علشان خاطر بقى تدينا الطعم المميز للكبدة بتاعتنا النهاردة. بصوا بقى هي ادتنا اللون الجميل ده. على طول كده هنضيف معلقة من الثوم في البقرة بقى اللي احنا عملناها الصغيرة دي، وهنقلب بقى كده الثوم. اول ما نشم ريحته على طول هنقلبه مع الكبدة والكلاوي والقلب بالطريقة دي. طبعا الطريقة دي مختلفة شوية عن الكبدة الاسكندراني اللي احنا بنعملها، بس في نفس الوقت بتبقى طعمها تحفة. هنا بقى كده معايا حبة فلفل الوان، بعد ما الكبدة استوت معايا نزلت بيهم على الكبدة كده وهقلبهم، هسيبهم يتبلوا وكده خلاص اكلتي بالهنا والشفا جهزت. هقدمها بقى مع اي حاجة احنا بنحبها، سواء مكرونة او رز ابيض، يعني اللي انت تحبي تقدميه معاها. دي كانت اكلتي النهاردة وبالهنا والشفا. ياريت لو عجبكم الفيديو شيروه كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.